السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مريم فيديو جديد. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الاقتراح ديال اليوم غنشارك معكم الغريبه ديال دانون. غريبه دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي، جربتها وعجبتني وقلت نشاركها معكم. كيف ما كتشوفوا غريبه ناجحه بمكونات بسيطه، بدون خميره بدون بيض، بمكونات سهله واقتصاديه. ان شاء الله تجربوها حتى نتوما وتعجبكم. فإلا كنتم مهتمين خليكم معايا باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. غنحتاجو في المكونات 125 غرام ديال الزبده. هذه غير الزبده مارغرين ماشي الزبده الحيوانيه. درت معاها كاس ديال السكر، 2 معالق كبار ديال دانون. انا درت دانون مسوس، ممكن تستعملوا دانون بنكهه الفاني او لا اي نكهه كتعجبكم. عندي هنايا 2 معالق كبار يكونوا عامرين ديال الحليب مجفف او لا حليب نيدو. قطرات من الفانيلا، ممكن تستعملوا ساشيه وحده الا عندكم الفاني ديال الساشي. غادي نعجن هاد المكونات اولا هاد الزبده هادي مع السكر حتى كنحصلوا على خليط بحال البوماد اولا خليط كيكون شويه جاري بهذا الشكل هذا. صافي غادي نضيفوا كاس مع مرش ديال الزيت، هانتوما يعني مع مرش. غادي نحرك هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا، وكنبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه. البنات هاد الكميه هذه اللي شاركت معكم يعني 125 غرام ديال الزبده عطاتني 35 حبه، واللي بغات اكثر من 35 حبه كتضاعف المكونات وتحصل على كميه كثيره. كيف ما شفتوا هاد الكميه هذه درت ليا ما شاء الله 35 حبه، يعني كميه لا باس بها. صافي هنايا كيف ما شفتوا من بعد ما حركت المكونات مزيان اولا خلطتهم مزيان، دابا غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للكميه ديال الدقيق كتبقى على حسب الخليط. المهم نتوما كتبداو تضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لكم العجينه. وهانتوما غتشوفوا القوام ديال العجينه ما تكونش جاريه وما تكونش ثاني قاصحه بزاف. كنضيف الدقيق تدريجيا وانا كنغربل مباشره على الخليط حتى كتجمع ليا العجينه. صدقوني البنات الا جربتوا هاد الحلوه ما غتستغناوش عليها، مذاقها رائع بزاف. وقلت علاش اللي ما شاركهاش معكم باش اللي مازال ما جربتهاش تجربها، لان واحد الوصفه اقتصاديه بزاف ومذاقها رائع بزاف. اي وحده ممكن تجربها. هذا هو القوام ديال العجينه كيف ما شفتوا كتكون هكا بهذا القوام هذا، ما تكونش جاريه وما تكونش ثاني قاصحه. صافي غادي نخليها على جنب ونجيبوا اللوز باش غادي نزينوها والسكر. وصافي كنبداو نشكلوا كريات، عبروهم بالميزان باش كيجيوكم قادين ويجيكم في نفس الحجم. وكل حبه كندير فيها من 28 حتى ل 29 غرام. صافي كناخذ الطابع. بالنسبه للطابع اختاروا الشكل اللي بغيتو، اي طابع عندكم، او لا ممكن تستعملوا غير الموس ولا الفرشيطه او لا المعلقه، اي حاجه تقدروا ترشموا بها هذه الغريبه هذه على حسب الذوق ديالكم. صافي كيف ما شفتوا هنايا كنديرهم في سكر كلاصي وكنطبعهم. انا استعملت هذا الطابع هذا، كنطبعهم بهذا الشكل هذا ونزينهم بالحبه ديال اللوز. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل العجينه كامله. كنكون مسخنه الفران على درجه حراره 180، كنخليهم كيطيبوا على خاطرهم حتى كنشوفوا الحلوه بدات كتحمر من الجناب اولا تحمرت من التحت. صافي وكنطلعوها الفوق حتى كتحمر شويه. صافي من بعد فاش كطيب كنخليوها تبرد على جنب، من بعد كنزينوها بالشوكلاط. المهم دابا غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه ديال العجينه كامله ونطيبهم ونطلقهم من بعد باش تشوفوا الشكل ديالهم. صافي هذه هي الغريبه من بعد ما حمرتها مزيان كيف ما كتشوفوا. دابا غنخليهم حتى كيبردوا تماما عاد باش غادي نزينهم بالشوكولات. وبالنسبه للشوكولات كيبقى اختياري، ماشي ضروري انكم تزينوهم بالشوكولات، ممكن تخليوهم غير هكا، تقدموهم غير بهذا الشكل هذا كيجيو بنانين حتى بهذه الطريقه. صافي دابا هنايا من بعد ما بردوا خديت الشوكولات درتو في ساكا بوش وبديت كندير خطوط بهذا الشكل هذا. يعني طريقه سهله وبسيطه، والنتيجه ديال هاد الغريبه هذه صدقوني البنات ما غاديش تستغناو عليها. كل مره غتبداو ديروها. وعرفتوا البنات هذيك الحبه ديال اللوز رازات في البنه ديال الحلوه، عطاتها مذاق رائع بزاف بزاف. والشوكولات حتى هو زادها بنه زوينه بزاف. فنتمنى تجربوها بهذه الطريقه هذه وانا متاكده غادي تعجبكم.
وصافي من بعد ما نسالي التزيين بالشكلاط غادي نخلي هاد الشكلاط هذا حتى كيجمد عاد باش كنقدمهم في طبق التقديم. وكانت هذه هي الغريبه ديال اليوم، نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها لان فعلا واحد الوصفه اللي سهله واقتصاديه كيف ما شفتوا معايا، مكوناتها في متناول الجميع. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وما تنساوش البنات الى عجبكم الفيديو تخليو لي لايك وشي تعليق محفز. شكرا على المتابعه، وهنا ما بقى لي الا نودعكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير.